جه في كتاب وصف مصر إن العثمانيون لقوا تابوت ضخم في منطقة الحوض المرصود بالسيدة زينب، واللي معروفة باسم بركة الفيل. كان طوله 2.7 متر وعرضه 1.3 متر وارتفاعه قرابة ال2 متر، وعلى جميع أسطحه الداخلية والخارجية كتابات جنائزية وضعه أحد بكوات المماليك أمام جامع الجاوبلي بحي السيدة زينب، واستخدمه الأهالي بعد كده في استسقاء الماء. الأساطير كترت على التابوت، اتقال إنه الكهنة في العصر الفرعوني، واللي قال إنه بيحرسوا الجن. لكن الفرنسيين وقتها شافوا إن التابوت ده لو حد شرب منه هيخف من كل الأمراض الخطيرة. طب إيه الحكاية؟ أنا هقول لك القصة بشرط تركز معايا في اللي جاي. أنا محمد فرج، جاي لك من الزمن اللي كان، وانتوا دلوقتي معانا في حياة زمان. فاكرين التابوت الأثري اللي ظهر في منطقة سيدي جابر في اسكندرية سنة 2018؟ التابوت ده انتشرت حواليه الأقاويل. قالوا ساعتها إن المياه الحمراء اللي فيه بتشفي من الأمراض، وبعد مجاذيب الحضارة المصرية القديمة من الأجانب قالوا لازم نشرب منها لأنه زئبق أحمر. وطبعا مش محتاجين أقول لكم الأساطير المنتشرة على مادة الزئبق الأحمر قد إيه. ده بالظبط اللي حصل مع تابوت بركة الفيل. الناس راحت كتير بالآلاف عشان يشربوا من المية اللي جواه، لغاية ما البعثة الإنجليزية خدته في المتحف البريطاني بعد هزيمة نابليون. منين بدأت الحكاية ومنين بدأت المية جوه البركة؟ البركة نشأت في القاهرة من المية اللي جاية من الخليج المصري، واللي معروف دلوقتي بشارع بورسعيد. أيوة، الشارع اللي فيه مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. الخليج كان هناك، كان مجرى مائي متفرع من النيل عند مصر القديمة، واللي تم ردمه سنة 1896 بعد انتشار وباء الكوليرا. وبعد كده للناس القديمة اللي زي حالاتي هيفتكروا إن أول خط للترام بدأ سنة 1899. تم ذكر البركة في كتاب التحفة السنية وكتاب قوانين الدواوين من ضواحي القاهرة. مساحة البركة 40 فدان، فضلت تنقص مع مرور الزمن، وفي العصر المملوكي كانت وقف أيتام الملك الظاهر بيبرس، ثم استولى الأمراء على أجزاء من مساحتها بعد كده، واستمر التعدي على أرضها وتم نسيان وقفها من الأساس. من زمان والمصريين بيحبوا الاحتفالات والخروجات، كان الوقت ده وما زال مصر معتمدة على الزراعة بسبب فيضان النيل السنوي. كانت بتتكون بحيرات في مناطق كتيرة، وبسبب الطبيعة دي والأوضاع الاقتصادية الجيدة عرف عن المصريين في العصر الوسيط حب الفسحة والإقبال على الحياة. ومن هنا بقى ظهرت في القاهرة متنزهات كتير جدا، وبعض بحيرات أو برك زي ما سماها المصريين. على شواطئها كان الناس بيقضوا أوقاتهم. تيجي بقى بركة الفيل مع المصريين وتبقى واحدة من أقدم وأجمل البرك أو بحيرات القاهرة القديمة، واللي كانت من أشهر متنزهات أهل مصر لمدة قرون. مش عشان اسمها بركة فالمقصود إنها بركة عميقة فيها مياه راكدة وكده، لكن كانت تطلق على الأراضي الزراعية اللي بيغمرها ماء النيل سنويا وقت الفيضان. نزول المية من الخليج المصري كان بيساهم في زراعة أصناف شتوية أشهرها البرسيم، واللي كانت بتستهلك في تغذية دواب القاهرة، وما اتحذفش اسمها من جداول أسماء النواحي إلا بعد تحول معظم أراضيها إلى مساكن. وبدأت أراضيها في التحول من الزراعة للسكن سنة 1222. طب ويا ترى ليه اتسمت ببركة الفيل؟ أقول لك يا سعادة البيه ويا ست هانم، ده بسبب الأمير خمراويه ابن أحمد ابن طولون، اللي كان مغرم باقتناء الحيوانات من الأسود والنمور والفيلة والزرافات، وكمان أنشأ لكل منها مكان مخصص ليها. كان موضع بناء دار الفيلة على حافة البركة من الجهة القبلية الشرقية في شارع نور الظلام، وكان الناس بيروحوا البركة للنزهة والفرجة على الفيلة، فاشتهرت بينهم ببركة الفيل لحد وقتنا هذا. وزي ما احنا متعودين بنقول الرأي والرأي الآخر، في قول آخر بينسب سبب التسمية إلى رجل اسمه الفيل، كان أحد أصحاب أحمد بن طولون. ورأي تالت بيقول إن كان بيسبح فيها فيل كبير، الناس كانت بتخرج كل يوم تشوفه. لكن اللفظ الوثائقي في زمن المماليك والعثمانيين كان بركة الأفيلة. يصفها ابن سعيد في كتابه المغرب وبيقول: بص الجمال في الكلام، إنها كانت دائرة كالبدر والمناظر حولها كالنجوم،
الله عليك يا ابن سعيد. طالما بنتكلم عن بركة الفيل لازم نشير للحوض المرصود اللي موجود في شارع أدري حاليا بالسيدة زينب، واللي كان قصر للملك الناصر محمد بن قلاوون، وكان يحمل اسم قصر بقطمر الساقي، واللي وصفه شيخ المؤرخين العرب أحمد بن علي المقريزي بأنه أعظم مساكن مصر وأحسنها بنيانا. بعد كده تحول المبنى لمصانع للنسيج، وبعد كده الحوض المرصود، وبعد كده سجن الحوض المرصود، وبعد كده مستشفى الحوض المرصود لعلاج الأمراض السرية، وبعد كده مستشفى الحوض المرصود لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية عام 43، إلى أن أصبح اسم المستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية عام 79. سواء الحوض كان مرصود أو البركة اسمها الفيل أو حتى بركة القرد، الدكتورة سفيناز عبد السلام استشاري الطب النفسي قالت في تصريحات صحفية سابقة إن اعتزاز الفرد بالحي أو منطقته بيساعد في تحسين الحالة المزاجية والنفسية، وإن الرجوع لمنطقتك زي الرجوع لبيتك من حيث الأمان والسلام الداخلي، فوجودك جوه منطقتك من أحد أعظم المشاعر اللي بتحسن بشكل كبير من نفسية الإنسان. وعن ارتباط كبار السن بالأحياء القديمة قالت إن السبب هو الكيمياء اللي بتحصل بين المكان والمخ، وبتخلي الشخص يخاف التعامل خارج هذا المكان. وبمناسبة كلمة بركة القرد اللي فوق، بنوجه تحية قلبية لكل سكان درب القرودي، واللي هيبقى لينا حكاية مع القرد نفسه ومعاهم في الحلقات اللي جاية. ما احنا حكاياتنا ما بتخلص. احنا كده خلصنا الحكاية باختصار. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على فيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. سلام عليكم ونشوفكم على خير.